هاي شنو كرار؟ شهالمحادثات طلعت؟ مو عيب؟ اي والله عيب. عيب عليك تصدق بسهولة بكل شي تشوفه وبكل ناقل للخبر من دون دليل. تريد محادثة ويا ميسي؟ سهلة، تفضل. ما عجبتك تريد احركها واسويها فيديو؟ تدلل، تفضل. شو هم مقتنع؟ تريد ادخل الحساب ميسي من نفس المحادثة؟ ولا يهمك، تفضل. كأنك حاير، دخل اصور لك اياها من موبايل ثاني، لا عليك الله، من موبايل ثاني، تمام؟ يا تفضل. زين شو تقول أأكد لك إياها وندز رسالة لميسي من نفس المحادثة هاي اللي مصور لك إياها من الموبايل الثاني وتطلع قدامك؟ تفضل. زين تحب نحل اللعب ونخلي صوت ميسي إضافة بالموضوع؟ ولا هو معروف بلعبة مو بصوته؟ لا تخلينا نستمع للشيخ هو اللي يشرح لنا موضوع الصوت. تفضل شيخنا. طبعا المتابعين الأحبة يعتقدون انه هذا الصوت صوت الشيخ الوعلي، وهو لا، صوت الأخ كرار بكان. زين ما تعودنا عليه هذا الذكاء الاصطناعي يسوي هاي الأمور. كونوا حذرين أحبتي. زين شوفونا بالله منو بهذا الفيديو؟ ملا أحمد صديق مو؟ غلطاني، ملا قحطاني البديري. وهواي الأمثلة اللي ممكن أي أحد يسويها ويعدل عليها ويتهم أكبر شخص موجود، وهذا كل اللي شفتوه خادمكم سواه وبرامج وتطبيقات مجانية من دون ما يدفع فلس واحد أبد. فشلون إذا صار الموضوع مدفوع وبدقة ووضوح أكثر؟ وشلون إذا انجمع الفيديو والصوت والدردشة كلها بفيديو واحد؟ وشلون إذا دخلت للأجهزة تقنية الهولوجرام؟ ايش راح يصير؟ زين احنا شنو دورنا وشنو المفروض نسوي بظل هذا التطور المخيف والذكاء الاصطناعي وهالمواقع والتطبيقات؟ اولا ابعد نفسك وشكلك وصوتك عن مواقع التواصل الاجتماعي، واذا اجاك اي شيء الكتروني عن اي شخص اتبع الخطوات التالية. اول شيء لازم ترزل وتنهر من نقلك هذا الموضوع. ثانيا اذا ما فاد اتأكد من صحة هذا الادعاء. ثالثاً تذكر شلون انه مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات والذكاء الاصطناعي يقدر يسوي لك كل شيء. رابعاً يحتاج تشوف بعينك مو بعين مواقع التواصل الاجتماعي حتى تطبق حديث امير المؤمنين سلام الله عليه لما قال: ليس بين الحق والباطل الا 4 أصابع، فالباطل ان تقول سمعت، والحق ان تقول رأيت، بعينك المجردة. خامس شيء بعد ما شفت بعينك المجردة فاطلب له العذر إلى 70 عذر، مثل ما يقول مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه. فإن لم تجد له عذرا فقل لنفسك لعل له عذرا لا نعرفه. سادس شيء بعد هاي الأمور تروح بينك وبينه تنصحه وتنبه عن هاي الأمور اللي أنت سمعتها وشفتها حتى ياخذ حذره. سابع شيء وأخيرا اسكت ولا تنشر الإشاعة بحجة والله أنا أريد أنفي الموضوع، لو أريد أشوفه لصديقي، لو بأي حجة أخرى، لأن من ينشر هاي الإشاعات وفضائح الناس ما راح يخرج من الدنيا إلا وعنده عيب يبقى الناس يعرفون به إلى أن يموت. وهذا كلام رسول الله. بعدين أنتوا ليش تعتقدون أنه اللي يطلع يأمر بالمعروف معناها ها هي صار معصوم؟
ترى كل احنا معرضين للخطأ والذنب والانجرار نحو المعصية، فلولا توفيق الله سبحانه وتعالى وستره للكل وطلعت ذنوب العالم للعنن لاستحى الكل من أن يخرج حتى من بيته، فالكل معرض لأن يزل وأن يخطأ وينتكس. بس العيب انه اذا زل ما رجع ترك الخطأ واستمر عليه واعتبره شيء عادي وجاهر بيه وشجع الناس عليه. زين الدين شعلي هسه انا قدامكم باكر عقبه اذا انحرفت ورحمة الله وستره انشالت من عندنا وتوفيق صاحب الزمان بعد تركنا الله لا يقولها، هل معناها الدين مو زين؟ لو المعروف اللي كنت أأمر بيه وهو من واجبي وغصبا علي هو غلط، ترى الإمام الصادق هو المعصوم ابن منحرف عبد الله الأفطح اللي ادعى الإمامة، كذلك النبي نوح، النبي آدم، النبي يوسف، هل دول يمثلون الدين ونجي نشوه بالدين هسه يجي واحد يقول مو اللي يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر المفروض ما عنده ذنوب. أسألك سؤال، هل الصلاة واجبة بس على اللي ما عنده ذنوب؟ أكيد لا، كذلك الصيام والحج والزكاة. زين انت تدري انه ذني من فروع الدين العشرة اللي واجب على الكل يسويهن حتى لو مليان ذنوب: الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الخمس، الجهاد، الأمر بالمعروف اللي احنا دا نسويه ونسأل الله القبول، والنهي عن المنكر كذلك، والتولي والتبري. عشرتهن غصبا عليك لازم تسويهن من تتوفر شروطهن حتى لو عندك كومة ذنوب مو ذنب واحد. فمن تشوف لك واحد دا يأمر بالمعروف وينهي عن منكر وتحاول تسقطه لأن بنظرك صار معصوم والمفروض ما يخطئ، فهنا راجع نفسك، لأن هو دا يسوي واجباته وأنت ما دا تسويها. أودعناكم. Hey Mom, hey Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know for you these pictures are just memories, but for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy